السلام عليكم ومساء الخير. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله فيديو مختلف شويه، صغيور خفيف وظريف. اليوم وانا كنحضر العشاء طاحت عليا الفكره، قلت نشارككم بالاداه اللي ام طارق ما تستغناش عليها في الكوزينه ديالها، اللي كتعاونها بزاف، كتخفف عليها الخدمه. وفي اخر الفيديو غادي نوميني واحد اليوتيوبر اللي حتى هي ملي غادي تشوف الفيديو حتى هي غادي تقولنا شنو هي الاداه ديال المطبخ اللي ما تقدرش تكون بلا بها. وانا بالنسبه للاداه ديالي هي هذه، قشره البطاطا او قشره الخضره. هذه حبوبه ديالي في الكوزينه، عزيزه عليا وكنخاف نكد عليه ونجبر شي بحالها. هاد القشره عندي هذه 4 سنين كنستعملها يوميا، كتعجبني بزاف. استعملت قبل منها جوج، ديك اللي عندها يده ديال البلاستيك وعامله بحال الموس هكذا، والو ما عجبتنيش، كيتهرسوا دغيا. ونفس الشيء اللي كيكونوا نفس بحال هذه نيته وهي يده ديال البلاستيك، ومن هنا حتى هي بلاستيك، ولا غير هذه اللي غير الشفره اللي كتكون ديال الانوكس. نفس الشيء، ما كيكونوش صحاحين دغيا، كيتهرسوا كيتعوجوا. هاد الانوكس ما كيكونش صحيح وكيقدر يتصدى، بالعكس هذه انوكس كامل اللي ما كيتصداش. وكتعجبني انها ما كتبزدش في التقشير، كتخرج القشير رقيقه، وهكذا ما كنضيعوش الخضره ملي كنقشروها. واحد انوكس كتبقى نقيه بزاف الحاجات. المهم عزيزه عليا بزاف، كنت شريتها كنظن من السوق ديال بلجيك، الثمن ديالها ما تعداش، الماركه ما مكتوباش فيها، ما نعرف شنو الماركه، ما كنظنش تعدات 6 اورو كنظن. وصافي. المهم اليوتيوبر اللي غادي نوميني هي ام اشرف، حتى هي بغيت نعرف شنو هي الاداه اللي عزيزه عليا في الكوزينه ديالها اللي كتعاونها. وحتى نتوما بغيت نعرف الاراء ديالكم، تخليوهم لي ان شاء الله في التعليقات، وهكذا نقدروا نشاركوا المعلومات مع بعضياتنا. شكرا بزاف. غادي نخلي بعدا غادي نخلي الرابط ديال القناه ديال ام اشرف، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر.